بالحالات التأثير التكتيكي لغياب قفشة عن النادي الأهلي امبارح أمام صن داونز. تعال معايا، وأول حالة اللي قدامك ديت اللي جراديشار المفروض بيسند الكورة هنا، يسندها لمين؟ يسندها لصانع اللعب طبعا، ولكن مفيش صانع لعب ومفيش أي حد خالص، وأحمد رضا بسم الله ما شاء الله عليه بيتمشى، فما راحش استلم الكورة، فالكورة عدت راحت لمروان عطية اللي بيتضغط عليه وبتتقطع، بتبقى هجمة خطيرة على النادي الأهلي بسبب إن مفيش قفشة هنا، مفيش المحرك هنا اللي بياخد الكورة ويبدأ يوزّع للجناح ويلعب لقدّام، ويبدأ يهدى على الكورة ويُقف ويوزّع الكورة صح برؤيته للملعب. طب تاني كورة معايا، تعالَ نشوف تاني كورة معايا، وهنا إمام عاشور الجناح اللي هو أصلًا مش جناح، اللي هو أصلًا المفروض صانع لعب، ياخد الكورة ويستلمها وعايز يجري، فبدل ما بيجري بيسند على مين؟ على المهاجم اللي هو المحطة بتاعه، فالمفروض هنا المحطة دي يلعب الكورة أو يسند الكورة لصانع اللعب عشان يبدأ يتحرك هو، والجناح يكمّل بقى على الجناح عشان ياخد الكورة وهو على الجناح، يبقى واحد على الجناح، واحد لقدّام، وصانع اللعب يبدأ يقف على الكورة ويوزّع لعب ويفتح الملعب. لأ، هنا ما فيش صانع لعب، فاضطر إمام عاشور يدخل لجوّه وساب الجناح فاضي، فالكورة ترجع تاني لمروان عطية بشكل وِحِش جدًا، ومروان عطية يلعبها للعِش، والعِش ياخد الكورة يشتتها أي حاجة وتنتهي الكورة يعني كأنها ما جاتش أصلًا وكأنها مش موجودة. طب تعالَ شوف تالت لعبة معانا اللي المفروض يبقى متواجد هنا، هو قفشة بين الخطوط. دوره بين الخطوط مهم جدًا، جدًا، جدًا عشان يكسر الخطوط ويكسر التكتلات، وياما شُفنا قفشة بيعملها سواء بتسديداته أو بتمريراته كمان، ولكن قفشة هنا مش موجود، فاضطر الكورة تروح لمين؟ مروان عطية، لطاهر، وطاهر لأحمد رضا اللي بيقع لوحده، وبعد ما بيقع لوحده بيقوم ويعمل باص ميس باص غلط ويقع تاني لوحده، فبرضه ما فيش قفشه، ما فيش حد، فالكوره تتقطع وتروح هجمه مرتده على النادي الاهلي، لان ما فيش صانع اللعب اللي بيقدر يحرك الفريق كله هنا. طب رابع لعبه والاخيره ونفس القصه، شايفين برضه هنا الراجل بيستلم جراديشار بيسلم، بس ما فيش صانع لعب يلعب في المساحه دي كلها بتاعت نص الملعب، فاضطر الكوره يا تروح لمروان عطيه او احمد رضا، الاثنين قليلين جدا 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 في توزيع اللعب. الاتنين ما عندهمش المهارة بتاعة قفشة، ما عندهمش الرؤية بتاعة قفشة، ما عندهمش المزاج بتاع قفشة، فالكرة بتتقطع على طول وبسهولة لصن داونز ويبدأوا هجمة جديدة، فطبيعي إن فريق يفضل مضغوط 90 دقيقة بالمنظر ده عشان ما فيش صانع لعب، ما فيش حد بيقدر يقف على الكورة في نص الملعب، طبيعي جدًا، جدًا، جدًا إن هو ييجي فيه جون، يعني الحمد لله إن هو جون واحد بس كمان. فمش عارف إزاي بقى الراجل الخواجة ده كان واقف برّه وشايف ده كله بيحصل ومعاه قفشة برّه على الدكة وما نزّلوش، في حاجة غريبة وفي حاجة غلط، وده دور قفشة المهم جدًا، جدًا اللي افتقده الأهلي امبارح أمام صن داونز، وأعتقد إنه لو كان موجود في الملعب كان هيفرق كتير جدًا، أو حتى لو كان إمام عاشور كصانع لعب وأي جناح تاني بيلعب، وكنا لعبنا بطريقتنا المعتادة مش الطريقة العقيمة اللي لعب بيها كولر امبارح. سلام.